هعلمك خدعة النهاردة عمرك ما كنت تسمع عنها على يوتيوب ولا بره يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد جادو. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعة كارد تو بوكيت، او الكارت بيختفي وبيروح لجيبك بس بطريقة مختلفة شوية، الطريقة بتاعت ساحر اسمه جون جاستافيرو وعملها في كتاب كاردز فور كايرو. فتعالوا نشوف الخدعة بعد كده نشوف الشرح. اول حاجة بيبقى معاك كوتشينة، تطلب من الشخص اللي قدامك انه يفنطها اهو. بعد كده ياخد اي عدد كروت دول مثلا، شويه مش كتير. بعد كده قول له لخبطهم برضو كويس، فبيلخبطهم كويس اهو. بعد كده بتقول له قول اي عدد في سرك، ولنفترض مثلا قال 6 مثلا، ده معناه ان هو هيشوف الكارت السادس يحفظه بس. فانت تطلب منه يقول اي عدد، ولنفترض مثلا قال 6 بالفعل، 1 2 3 4 5 6 هيحفظ جاك سبيدز. تمام. بعد كده هيرجع الكروت تاني. دلوقتي انت تقول له اديني الكروت في ايدي، انا لا اعرف ايه العدد اللي انت فكرت فيه ولا الكارت اللي ظهر لك عند العدد ده، صح؟ فهيقول لك اه. قول له دلوقتي انا هاخد الكروت ورا ظهري وهحط الكارت بتاعك في جيبي. طبعا انا ما اعرفش هو ايه وما اعرفش مكانه فين، دي حاجه صعبه صح؟ فيقول لك اه طبعا صعبه جدا. فبالفعل انت كماجيشن هتحط ايديك الاتنين ورا ظهرك وهتاخد كارت منهم تحطه في جيبك بالفعل. قول له هتصدقني لو قلت لك ان الكارت اللي حطيته في جيبي هو الكارت اللي انت اخترته؟ هيقول لك لا استحالة. قول له كارتك كان في انهي بوزيشن؟ هيقول لك 6. هتعد 1 2 3 4 5، ده السادس المفروض مش كارته. يعني ده معناه ان انا بالفعل زي ما انتم شايفين في كارت هنا اهو ظاهر، تمام، حطيته في جيبي بالفعل. هقول له كارتك كان ايه؟ جاك سبيدز. هحط ايدي في جيبي اهو، هلاقيه فعلا كان جاك سبيدز. قبل ما نشوف شرح الخدعه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه، عايزين نوصل ل 10000 سبسكرايبر قبل نهايه السنه. وبرضه ما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، لان هناك ببقى عايز رايكم في فيديوهات انزلها. فطبعا مش هعرف اسال هنا على يوتيوب، فبسال على انستجرام والناس بتتفاعل معايا. فانا عايز كل الناس اللي عامله سبسكرايب هنا على يوتيوب تعمل لي فولو على انستجرام عشان خاطر نستفاد واعرف انزل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. عشان ما اطولش عليكم يلا نشوف الشرح. اول حاجه انت بتحتاج كوتشينه وبتحتاج جيب وراني، بنطلون يكون فيه جيب وراني. بعد كده بتطلب من الشخص يفنط الكروت. فنط اهو، ياخد اي عدد ونفترض مثلا دول، وتقول له قول اي رقم. فيقول مثلا 3. هيعد 1 2، هيحفظ الكارت الثالث اللي هو 5 هارت اللي عليه جادو. تمام. دلوقتي انت هتاخد منه الكروت وتقول له انا دلوقتي هحاول اطلع كارتك واحطه في جيبي. حاجه غريبه صح؟ يقول لك اه. هتاخد انت الكروت تحطها ورا ظهرك، وهتعمل ايه بقى؟ هتيجي عند اخر كارتين تاخدهم كده، تمام، تحط واحد منهم في جيبك والتاني تحطه فوق. يعني اهو حطيت واحد فوق والتاني احطه في جيبي فيس داون بالشكل ده، وهلف له تاني احط الكروت قدامي تاني. عشان لو ما اخدتوش بالكو وانا بتكلم معاه، باخد الكروت كده بقلبها، اخد كارت احطه في جيبي وكارت احطه فوق. طبعا باخد من تحت، وبعد كده بطلع بايدي لقدام واقول له انا حطيت كارتك في جيبي. كارتك كان رقم كام؟ بوزيشن كام يعني؟ هيقول لك 3. هتعد 1 2 وتوري له ان الكارت التالت مش كارته. ده معناه ان هو بقى هنا. ليه يا جماعه؟ لان احنا خدنا كارتين من تحت، واحد في الجيب وواحد فوق. فلما انت حطيت كارت فوق كده الكارت بتاعه اترحل، بعد ما كان 3 بقى 4. تمام. مش شرط تفهم النقطه دي لو انت مش فاهمها، بس هي سيلف ووركينج عامه. هتعد 1 2 تقول له بص فعلا انا اخدت كارتك مع ان كارته هنا في الحقيقه، وتنزل دول، تعمل بريك على اول كارت وتقول له بص في كارت واحد جوه جيبي زي ما انت شايف. وانت بتطلع الكارت شويه بتميله، هتعمل بالم لاول كارت اللي هو الكارت المختار بالشكل ده. تمام. وبعد كده تعدل بص جسمك عادي وتحط ايدك اللي فيها الكارت كده، وتطلع الكارت نفسه اللي انت عامل له بالم تاني اهو. ده كان هنا، بعد ما انت قلت لهم شايفين يا جماعه ان هنا في كارت، طبعا هنا كلهم عينيهم على الكارت ده. انت هنا بص عملت بالم، بتضير جسمك وتحط ايدك تريفيل الكارت المختار. خدعه عبقريه جدا. انا لما قريتها في الكتاب
حبيت قوي ان انا اشارككم الخدعه دي. وما تنسوش لو انتوا حابين تتعلموا خدعه احترافيه، الخدعه دي يا جماعه من تاليفي، انا قعدت اشتغل عليها ايام واسابيع، وفي خدعه خدت مني شهور وسنين والله، وكانت السبب في ان انا ادخل اكبر مؤسسات القطاع البصري في العالم. لو حابب تشتري الخدعه دي هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. ولو انت حابب تقدم افضل هديه لشخص انت بتحبه، عباره عن QR كود تقدر تلزقه على اي منتج، على ساعه، على سلسله، تحفره على اي حاجه انت بتحبها، وتقدم الهديه دي للشخص. الشخص بعد ما بيعمل سكان للمنتج ده بيدخله على فيديو سبيشالايزد للشخص ده. وبس، ده كان نهايه الفيديو. هسيب لكم اللينكات تحت كلها في الديسكربشن. ما تنسوش تاني تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب، واشوفكم فيديوهات تانيه كتيره. سلام عليكم.